السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، عندي كل ما هو مفيد. أنا بحاول أنشر فكر إن الهوايات بتسحب الطاقة السلبية، أو الأعمال الخيرية بتسحب الطاقة السلبية. فأنا كنت كلمتكم على هواية الصابون الطبيعي. طبعا ده بياخد وقت، فبيسحب الطاقة السلبية منك وما بيخليكش تفكري في إنك تبوظي نظامك الغذائي لو أنت عاملة نظام غذائي عشان تخسي، او لو انت عندك مرض مزمن زي مرض السكر فعايزه تسيطري عليه. الهوايات ديت بتخليكي بتتلهي على انك انت يبقى جسمك شغوف انك تاكلي سكريات، فبالتالي المرض يشتد عليكي. انا كلمتكم على موضوع الصابون الطبيعي وقلت ان في ادوات السلامه. ادوات السلامه يا جماعه، هنا الجوانتي ده اول حاجه. الجوانتي اهو، جوانتي عشان الموضوع بيبقى فيه مادة كاوية، والكمامة طبعا عشان الروايح، والماسك عشان خاطر عينيكي، وممكن تجيبي النضارة الشفافة بداله. دي أدوات السلامة. الأدوات بقى اللي بحتاجها عشان أعمل صابون، أول حاجة الميزان زي ما انتوا شايفين كده، الميزان والطبق بلاستيك عشان أدوب فيه، والمعلقة اللي هي الاسباتولا اللي هي المعلقة السيليكون. ومحتاج طبقين، طبق عشان ادوب فيه الصودا، وطبق احط فيه المادة الدهنية او المادة الزيتية. وبعد كده بحتاج اللي هو القالب عشان اصب فيه، وبحتاج الكوباية دي عشان بعد ما اخلص عملية التصبن في الطبق البلاستيك هصب الصابون هنا وارجع احطه في القالب ده، قالب السيليكون. النهاردة الوصفة بتاعتي وصفة زبدة الشيا. فمن اليمين كده هنحتاج 200 جرام زبدة شيا من اليمين، الاطباق كده زي ما انتم شايفين 200 جرام زبدة شيا. اللي جنبها 100 جرام زيت زيتون باين اهو لونه اخضر. اللي جنبها خالص ربع كيلو زيت زيتون، ده من اليمين يا جماعة. بعد كده بننزل الصف التاني برضو من اليمين، نص كيلو دهن فراخ متسيح اهو في الطبق ده كده، وجنبها ربع كيلو دهن غنم. وبعد كده هنحتاج بقى اللي هو 190 جرام اللي هو الصودا الكاوية او البوتاص، وبتجيبيه من اي صبانة او من وسط البلد. لو انت هتنزلي وسط البلد هتجيبي بقى زبدة الشيا وتجيبي البوتاص، او لو انت ممكن تشتري زبدة الشيا من عند اي عطار والبوتاص من عند الصبانة. ولو انت في اكتوبر، انا عندي صبانة في الحي الخامس في سنتر الدوحة قدام مسجد ابو بكر الصديق. ابعتيلي وانا هقولك تجيلي عشان تاخدي الحاجة. وهنحتاج كمان اللي هي معلقة بيكربونات على معلقة ملح ليمون، حوالي 40 جرام او 40 جرام، معلقة ومعلقة يعني، عشان نتغلب على ريحة دهن الفراخ وريحة دهن الغنم. خليكم معايا. مكملة معاكم يا جماعة الألوان المايكا. أنا عايز لون. الألوان المايكا دي بنجيبها من وسط البلد من شارع الجيش. أنا طبعا هحط لون أصفر. والعطر أنا كنت جايبة عطر من وسط البلد، ولكن انت ممكن تجيبيه من عند أي عطار اللي هو ماركة الحواك. هاتي زيت اللافندر بيبقى ريحته حلو. هاتي زيت اللافندر. بتحطي للوصفة ديت إزازة واحدة. هاتي إزازة واحدة زيت اللافندر ماركة الحواك. او لو ممكن تجيبي من وسط البلد، انا بجيب العطر بالكميه اللي انت عايزاها. في عندك الزوايا في وسط البلد. خليكم معايا. اول حاجه يا جماعه هنجيب الطبق. انا كنت قلت لكم المقادير. آه، هنجيب في الطبق دوت حوالي 494 ميه. طبعا انا بجيب ميه مقطره، ولكن انتوا هاتوا ميه فلتر عادي، وحاولي تعملي الكميه. يعني تقسمي الكمية ديت على حسب تعملي استهلاكك، يعني ما تعمليش الكمية الكبيرة دي. نصفي الكمية عشان تعملي كمية قليلة بالنسبة لك، عشان انا قلت قبل كده مية الفلتر بتعمل بقع كده في الصابون على المدى الطويل. يا اما تعملي الكمية ديت وتهادي بيها احبابك بقى اخواتك، ما تحاوليش تخلي الكمية عندك كلها، عشان لو قعدت فترة كبيرة هتعمل بقع عشان مية الفلتر. فبتجيبي 494 جرام مية فلتر وهتحطي عليهم، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. طبعا انا لابسه الكمامه فصوتي مكتوم. بعد كده بنحط بقى اللي هو 190 جرام الصودا الكاويه، وهنقلب. طبعا لازم تكوني جنب شباك. هتقلبي كده وتكوني لابسه الكمامه
والنضاره الشفافه او الماسك، وتفضلي يعني تقلبي كده، وبعدين تحطيها جنب شباك. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه. الطبق بقى اللي هحط فيه الماده الدهنيه اهو. وطبعا عندي اكتر من سباتولا، هو انا جايباهم لون واحد. فبمسك الماده الدهنيه كده وبنزل بالسباتولا. السباتولا ميزتها ان هي بتنزل لك كل الكميه. السباتولا ميزتها ان هي السن بتاعها بينزل لك كل الكميه. حاولي بقدر الامكان تنزلي الكميه كلها في الطبق. بصوا يا جماعه الطبق اهو. نتيجه ان انا بمسك السباتولا كده وبنضف بيها كده، واحط بقى في الطبق الكبير اهو. بصوا الطبق مفيهوش فيه حاجه. رجعت لكم تاني يا جماعه. معلش الصوت مكتوم عشان انا لابسه الكمامه. لو في اي اناء لزقت فيه، مثلا انا مثلا زبده الشيا كانت لازقه كده في الاناء، فانتوا تجيبوا الصودا بعد ما بردت وتصبوا كده لازم يكون عندكم مصفى. صبوا كده في الاناء ده، صفوا الصودا فيها يعني، عشان تاخدي بقيه الماده الدهنيه اللي لازقه في الطبق. يعني مثلا كده المعلقه اهو، عشان تاخدي بقية المادة الدهنية اللي لازقة في الإناء. وادي معلقة كمان اهي. على الحاجات دي كلها انا مخصصاها للصابون يا جماعة اهو، عشان تتغلبي بس ان ايه تبقى الاوزان كلها سليم. دي الصودا طبعا اللي بقى كده هنشيلها. فادي المادة الدهنية اهي، الزيوت والدهون على بعض. الصودا الكاوية بعد ما صفيتها وحطيتها في الطبق اللي حسيت ان فيه جزء لازق اهو، بنزل كده اهو. سباتولا بنزل بيها كده، وتفضلي تقلبي. هقلب معاكم واشوف اخدت قد ايه. انا قلت لكم مش هنستخدم الهاند بلندر عشان خاطر الوصفه فيها دهون، فالدهون بتتصلب يعني بتتصبن بسرعه. فممكن لو استخدمت الهاند بلندر وانتي مبتدئه يعمل معاكي الصابون، يعمل معاكي كتله كده، ما تلحقيش تصبيه. فخليكم معايا، انا هشوف التصبن خد قد ايه وارجع اقول لكم. رجعت يا جماعة معاكم. طبعا لأن الوصفة فيها دهون كتير، فالتصبن حصل بسرعة. فأنا عملت إيه، هشيل اللي هو هشيل القالب ده، مش هحط فيه، لأن القالب ده عايز بعد عملية التصبن يكون الخليط عامل زي الكيكة الخفيفة مش الكيكة التقيلة. فطبعا لما التصبن حصل بسرعة الصابون بقى تقيل، فمش هتعرفي تصبيه في القالب ده. فعملت ايه، اللي انا بنتج تجاري، فجبت القالب اللي هو الصندوق ده اللي انا عاملاه خشب وفرشته مشمع، بحط فيه الكحول. كحول بنرشه على القالب عشان يقتل الميكروبات وعشان ما يخليش فيه فقاعات في الصابون. الكحول ده بتجيبيه من عند اي بتاع عطور، كحول 100%. بتشتري بالكمية اللي انت عايزاها. طبعا انتوا هتستبدلوا القالب ده بكرتونة، اي كرتونة عندك، وافرشي فيها المشمع ده. المشمع ده اللي هو بتاع المكوى، لما بيجيب لك الهدوم بتبقى محطوطة في كيس كده، فخدي الكيس ده خليه قصيه على قد الكرتونة. اي كرتونة بقى، كرتونة تكون كرتونة، اي كرتونة بتاعت جاتو، كرتونة بتاعت عفوا حذاء. افرشي المشمع ده فيها على حسب السمك. في كرتونة بتبقى كبيرة شوية، في سمك الصابونة هيطلع لك على قد الصابونة اللي احنا بنستخدمها 3 سنتي. يعني ما تجيبيش كرتونة صغيرة عشان الصابونة ما تبقاش كبيرة وما تعرفيش تقطعيها. هاتي كرتونة واسعة شوية وافرشي فيها مشمع وصبي فيها الخليط. خليكم معايا. هنصب يا جماعة الخليط كده من النص، من نص الكرتونة. ما تصبيش من الجناب، صبي من النص. ليه؟ عشان الخليط يطلع ما فيهوش هوا والصابونة تطلع كويسة اهو يا جماعة. بعد ما صبيت طبعا بعد ما بتصبي بتقومي تانية. طبعا انت هتعملي في كرتونة، تقومي تانية حرف المشمع على السطح الصابون كده عشان خاطر ايه يتم التفاعل صح. طبعا قبل ما بتصبي بتحطي اللون، بتحطي اللون وبتحطي العطر وبتقلبي كويس.
الوصفة دي يا جماعة عشان ما يطلعش معاكم كميات كبيرة قوي، يعني اقسميها على اتنين. اقسميها على اتنين، الكميات اللي انا قايلها لك في الوصفة كلها اقسميها على اتنين عشان تعملي نص الكمية دي، عشان خاطر تعرفي تتمكني من انك انتي تعملي الوصفة صح. حاجة كمان، ممكن الزيوت، الدهون عفوا، قبل ما تحطي عليها الصودا، هاتي حلة قديمة حلة قديمة ستانلس عندك، وحطي فيها الزيوت ويا دوب دفيها كده تسيح، عشان خاطر ما تكلكعش منك، يحصل تصبن لجزء وجزء لا، الجزء اللي هو بيسيح في درجة حرارة الغرفة يتصبن بسرعة، والجزء اللي ما بيتصبنش في درجة حرارة الغرفة هتلاقيه لسه مسحش. فنصيحة بس ان انتي تسخنيه على النار، على نار هادية جدا زي الشمعة، على في حلة ستانلس. انا مش عايزه اطول عليكم، لان حاسس انه الناس ما بتحبش الفيديوهات الطويله، فانا ما طولتش عليكم، بحاول قدر الامكان اختصر لكم. زي ما انا قلت لك، هتجيبي كرتونه وتحطي فيها مشمع، وتقسمي الكميه اللي انا قايلها لك على، اقسميها على اتنين، كل حاجه اقسميها على اتنين عشان تعملي كميه قليله وتعرفي تتحكمي في موضوع التصبن. انا حسبت التصبن يا جماعه خد معايا حوالي ربع ساعه، ربع ساعة بالظبط، لأن في دهون والجو ابتدى يحرر، فالتصبن حصل بسرعة، لقيت فيه خليط زي الكيكة أو زي العجينة التقيلة شوية. يا رب أكون كنت خفيفة عليكم، والوصفة تعملوها واكتبوا لي في التعليقات إيه اللي وقف معاكم. ولو عايزة إنك أنت تسأليني في حاجات الأول قبل ما تبتدي تعملي الوصفة، اسأليني، رتبي نفسك ورتبي أفكارك، وبعد كده ابتدي اعملي. كل سنة وانتم طيبين، اللي ما اشتركش يشترك، والناس، كل الناس اللي يوصل لها الفيديو يا جماعة لايك وتعليق حلو منكم. كل عام وانتم بخير، السلام عليكم.